اليوم نقول لكم الحقيقة. أنا اليوم راه بحال كيفني في 2005. 2005 راه يفني كانت بحال هكا، يعني كان تضامن ديال العيالات، رجال نساء أطفال شيوخ، يعني واحد التضامن بيناتنا يعني لا يتصور. وبفضلو عرفت الحركة الاحتجاجية في فلي واحد التطور كبير، وبفضلو راه تحققت عدة مطالب. الهدف ما كان الحركة الاحتجاجية ديالكم انا كنفتخر بها، وزعما لي نصيب كبير بانني حضرت لهاد الارض هادي السعيدة، وبالمناسبة طلعت حتى للكار ورجعت، راه باقي تديني رجال البلاد، سليمة رجال البلاد. المهم انا راه اليوم ما عرفتش غادي نقول، اول مرة غادي نهضر في حلقة كبيرة مناسبة، يعني غادي نهضر لكم على الحركة ديال الاحتجاجية ديال سيدي يفني اللي كلشي كيعرف المجرى ديالها والتطورات اللي عرفتها، وبفضل هاد التطورات فهي تعلنت عملية سيدي يفني. لكن للأسف أن هاد العملية هادي حنا كنا كنتظروا منها الشغل، كنا كنتظروا منها أن البلاد غادي تطور، وإذا بنا كنشوف واحد البناية ديال الياجور استيماد 45 والحديد، والسيمي في 2 متر واقف عليك كيحنص فيك. أنا عرفنا واش حنايا بنادم ولا شي حاجة أخرى الله أعلم، ولا كيخافوا منا ما نعرف. المهم أنا والله ما عرفت اش غادي نقول، والله ما عرفت اش غادي نقول.